تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس زوال الجمعة من توقيف شخص يبلغ من العمر 20 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت. وحسب مصادرنا فإن المشتبه فيه كان قد عرض زوجة عمه الخميس لاعتداء جسدي قاتل لأسباب وخلفيات تعكف الأبحاث على تحديدها، وذلك قبل أن تسفر التحريات المنجزة في هذه القضية عن توقيف المشتبه فيه وحجز السلاح الأبيض المستعمل في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وأضافت المصادر ذاتها أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.